هل سيفرج المغرب عن الجماهير السنغالية؟ رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي يوجه رسالة مباشرة إلى الملك محمد السادس بطلب عاجل، ملف معقد يجمع بين السياسة والقانون وكرة القدم. ما الذي يحدث بالضبط؟ التفاصيل الكاملة في هذا الفيديو. في تطور جديد يحمل أبعادا سياسية ورياضية وإنسانية في نفس الوقت، عاد ملف الجماهير السنغالية المعتقلة في المغرب إلى الواجهة بقوة بعد تدخل مباشر من رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي. القضية تعود إلى الأحداث التي أعقبت نهائي كأس إفريقيا، حيث تم توقيف عدد من المشجعين السنغاليين على خلفية أعمال شغب، لتبدأ بعدها سلسلة من الإجراءات القضائية داخل المغرب. لكن الجديد هذه المرة هو خروج الرئيس السنغالي بتصريحات قوية أكد فيها أن بلاده قامت بكل ما في وسعها من أجل حل هذا الملف، سواء عبر المسار القانوني أو من خلال التحركات الدبلوماسية. فاي أوضح أن الحكومة السنغالية قامت بتعيين محامين للدفاع عن الموقوفين، كما تحركت دبلوماسيا عبر قنوات رسمية في احترام تام لسيادة القضاء المغربي. ورغم ذلك لم يخف استغرابه من الأحكام التي صدرت في حق بعض المشجعين، معتبرا أنها كانت مشددة مقارنة بما هو معمول به في قضايا شغب الملاعب التي غالبا ما تعالج بعقوبات أخف. وفي خطوة تحمل طابعا دبلوماسيا رفيع المستوى، كشف باسيرو ديوماي فاي أنه وجه رسالة مباشرة إلى الملك محمد السادس. في هذه الرسالة لم يكتفي بالإشادة بنجاح المغرب في تنظيم البطولة الإفريقية، بل أثنى أيضا على حسن الاستقبال الذي حظي به الوفد السنغالي، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين. لكن في المقابل حملت الرسالة طلبا واضحة يتمثل في التماس تدخل ملكي عبر آلية العفو من أجل إيجاد حل إنساني لهذا الملف. ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، حيث أشار الرئيس السنغالي إلى أن بلاده لجأت أيضا إلى وساطات متعددة، من بينها قنوات غير رسمية، في محاولة لإيجاد تسوية سريعة تحفظ ماء وجه جميع الأطراف. في المقابل يرى عدد من المتابعين والمحللين أن القضية تبقى بيد القضاء المغربي، الذي يشتغل وفق قوانين واضحة ولا يمكن التدخل فيه، خاصة في قضايا تتعلق بالأمن والنظام العام. هذا المعطى يفسر استمرار المسار القضائي رغم كل الضغوط والتحركات الدبلوماسية، حيث يتم التعامل مع الملف بمنطق قانوني بحت. ومع ذلك يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد توازن بين احترام سيادة القانون من جهة ومراعاة البعد الإنساني والعلاقات الثنائية من جهة أخرى. العلاقات بين المغرب والسنغال تعتبر من بين الأقوى في القارة الإفريقية، وهو ما يجعل هذا الملف حساسا للغاية. الرئيس السنغالي شدد على ضرورة الحفاظ على هذه العلاقات التاريخية، معبرا عن أمله في الوصول إلى حل ينهي معاناة المشجعين دون المساس بالقوانين. في النهاية يبقى السؤال مفتوحا: هل نشهد تدخلا ينهي هذا الملف قريبا، أم أن القضاء سيواصل مساره إلى النهاية؟